السلام عليكم. كيف يكون التشافي؟ ادوات التشافي كتار، اغلبيه ديالهم تيكونوا على مستوى الواعي او اللاواعي، ولكن الاغلبيه تنخدموا على مستوى اللاواعي. وكنعطيكم بعض الادوات كالتحرر عبر الكتابه، التنفس، الاتصال بالطفل الداخلي، تحرير نسخ القديمه، التاملات، تحرير المشاعر عبر الجسد، تحرير بالطاقه. الادوات تاع التشافي كتار، ولكن الادوات ماشي هما اهم حاجه، حقاش تعددت الادوات وكل الادوات اللي تتناسب. التشافي تحتاج لواحد المهاره الحقيقيه تتكون في القوه الداخليه، واللي تجي من مستوى حب الذات. تتعرف هذيك اللحظه اللي تتقول فيها صافي بركه، هذيك اللحظه اللي تتقول انا عمرني ما غنرجع لهاد الحاجه عاوتاني، قررت ان هذه هي اللي غادي تكون نقطه فاصله في حياتي. تماك فين تيكون مستوى الحب الذات ديالك بدا تيحل بيبان وافاق جديده. لان الادوات تاع التشافي على مستوى الواعي او اللاواعي كتار بزاف، ولكن طريقه التشافي تتحتاج لهذه المهاره انك تعلم تقوي نفسك وتضبطها. ادوات متاحه وكتيره، والسر في التشافي ماشي ان اداه غندير. السر في التشافي هو التطبيق على المدى الطويل، وهذا راجع لثلاثه الحوايج اساسيه اللي غنهضر عليهم دابا. اول حاجه حب الذات، ثاني حاجه القوه الداخليه، وثالث حاجه الطاقه ديالك. حب الذات شنو هو يا في العمر؟ هو هذاك القرار انك تبدا رحله التشافي، وبانك ملتزم مع نفسك وامام الله على هذيك النفس والامانه اللي عطاها لك. تقدر تسيني ان كونطرا مع راسك، وهادشي شفنا في هذه الكتوبه، تعلق ورقه اللي غتفكرك باهميه تاع القرار اللي خديتيه. خاصك دير واحد الوعد بينك وبين راسك لنفسك، وذكر راسك باي حاجه، بلون، بتصويره، مجسم، ورقه ملصقه في الحيط، ابسط الادوات، اكسسوار، اي حاجه اللي فين ما غتشوفها وفين ما غتبان لك غتفكر الوعد اللي التزمتي به قدام الله وقدام نفسك، انك غتبقى مستمر في رحله حب الذات. هادشي باش ماشي يحطك في التأنيب الا ما درتيش، ولكن هادشي باش يعطيك مسؤوليه انك من حقك انك شي نهار تخطأ، ومن حقك انك تيأس، ومن حقك انك تضعف، ولكن ماشي من حقك انك تخلي راسك للظلام وتهون عليك راسك وتسمح فيها. هذاك الشيء باش يعاونك انك تقول انني انا قادر، وماشي مشكل نهار ولا يومين ولا 3 ايام انني ما خدمتش على راسي. انا متاكد انني تنستحق هذه الرحله، وتنستحق الاحلام ديالي، ونفسي تستحق تعيش الحياه اللي جات على ودها. حب الذات قرار تيتجسد وتتجدد كل نهار، وما عليك الا تعاون راسك بدي غابيل اللي غيذكروك على حسب فين باغي تحطهم بهذا القرار اللي خديتي. تاني أداة أو تاني مهارة خاصنا في كيفاش غيكون حب رحلة التشافي هو القوة الداخلية. وهاد القوة الداخلية غنبنيوها في الطريق، منين غتفهم النفس ديالك وأساليب التعامل معها، تفهم مفهوم الاتزان، أنني مرة غنكون في الرحمة ومرة غادي نكون في الحزم. منين نفهم مفهوم الرحمة الحق ونفهم مفهوم الحب الحق، نكتسب مهارة التواصل والتقبل والثقة مع الذات ديالي، ونكتسب مهارة الشجاعة. هاد القوة الداخلية تتبنى منين أنا تنقرر نبدا ندير واحد المهارات جديدة، أو لا ندير دي زيفينمون جداد اللي غادي يعلموني على راسي، أنني نخرج من هذيك لا زون دو كونفور اللي مولفها سنين، ونبدا ندير حوايج بساط كل نهار اللي غيخرجوني على هذيك منطقة الراحة. نلبس لون جديد، نتكلم مع شي واحد ما تنعرفوش، نقول السلام واخا الناس ما يردوش، شي حاجات هكا بسيطة اللي غيعلموك انك تجيب هذيك القوة الداخلية وتعود الثقة ديالك مع راسك.
القوة الداخلية عاوتاني غتجينا من واحد البلاصة اللي هي القوة الروحية. منين غادي تبدا تتصل مع الروح ديالك وتتصل مع الخالق، وانك تخرج من مصطلح عبادة العباد وكيفاش غيشوفوني الناس المصطلح عبادة ربي العباد. ربي عارف شنو في قلبي وانا في الطريق وتنحاول، وربي غيسر وربي معايا. وكما قلت في حب الذات حتى القوة الداخلية خصها تذكير. كل نهار تذكر راسك انك انت في رحلة ديال التشافي وانك انت قادر. وهنا فين غتجي قوة الايمان بالذات، انك انت قادر دير هاد الرحلة وقادر على هاد التغيير، وقادر انك تكون احسن نسخة، بل اكثر من انك قادر. انت تستحق تشوف احلامك في الواقع، وروحك تستحق انها تجلى في الواقع. ثالث حاجة نحتاجوها في رحلة التشافي هي الطاقة. الطاقة ديالنا هي اللي غادي تخلينا نكملو على المستوى البعيد وما نتاثروش وما نعياوش وما نيأسوش. الطاقة خاصها تحس وخاصنا نفهموها ونوعاو بها. امتى انا عندي طاقة وشنو هي الحوايج اللي تعطوني طاقة وشنو هما الحوايج اللي ما تعطونيش طاقة. الطاقة ديالنا تجي من اول حاجة من الماكلة ديالنا. شنو هما الماكلات اللي تتوالمني والماكلة اللي ما تتوالمنيش؟ الافكار ديالي، نختار افكاري بحال اللي تنختار الورد في جردة، ونحيد لي تروك اللي ما بقاوش خدامين ليا في هاد الطريق. الطاقه تجي من المحيط ديالي، واش محيط داعم وتيشارجيك ولا محيط مستفز وهو تياخذ منك الطاقه. هنا تنديروا مهاره الانتقاء، انني نبدا نتقي الناس اللي دايرين بيا، ومهاره الحدود مع الناس اللي تحس بهم انهم تستنزفوا طاقتك بزاف. المحيط الخارجي يقدر يكون مصدر للدعم او لا مصدر للهدم. علاش حنايا خاصنا نختاروا المحيط اللي فيه. مني غتقول لي الا كنت عايش مع والديا او لا الاباء والاسره المقربه، هنا تيكون تصرف خاص انك انت غتنعزل عليهم في بيتك ولا في بلاصه اللي تكون فيها انت مرتاح، في الوقت اللي انت ما تكونش عندك طاقه باش ما تاثرش وما تكونش في مواجهه. حقاش في الاخر الميئة اللي فيها هو اللاوعي ديالك، اللي انت راه ماشي ضدهم ولكن انت ضد تتحاول تعاود هذيك البرمجه من جديد. انا ثقه انك غتلقى الطريق بوغ البلاصه اللي انت فيها، حقاش مادام كاين القرار ومادام كاين الرغبه ومادام كاين الحب، الطريق غتبان. الحاجه الثالثه هي اتصال الروحي ديالنا، اننا نبقاو نذكروا راسنا وناخذوا وقيت من راسنا 5 دقائق 10 دقائق ونجلسوا مع سيدي ربي ونقويو هذيك الصله، حقاش هذيك الصله هي اللي غادي تعاوننا على الطريق. ورابع حاجه اهميه المشاعر ديالي، وانني ناخذ وقت كل اسبوع 3 ايام على حسب، وندير تنظيف دوري للمشاعر ونتصل مع المشاعر ديالي. حقاش الا كانت حرب الداخل، وهنا فين تجي اهميه الطاقه ولا لا جيستيون انترن، انني نعرف نهتم بالمشاعر ديالي من الداخل. الا كانت كاينه حرب داخليه غتستنزف لك حتى 70% من الطاقه ديالك. علاش مهم انني نجلس نقاد المشاعر ديالي الداخليه ونرتب راسي من الداخل باش نقدر نخرج على برا ونعيش مع الناس، ما نستنزفش وما ناديش. حقاش حنا باغيين نبنيو مجتمع واعي اللي انا نكون فيه في حب وسلام ونحترم راسي و ان ميم طون نحترم الانسان اللي قدامي. كما قلت لكم ادوات التشافي كتار، ولكن اهميه الحاجه اللي غتخلينا نكملوا الرحله هي حب الذات، القوه الداخليه وطاقه. تعدوا الاساليب، لكن اهم حاجه هي اللي هادشي اللي قلت لكم. وهنا فين غتجي اهميه التجربه. اهميه التجربه علاش تنقولوا سيلف لوف اكسبيرينس، هذاك لو تيرم ديال اكسبيرينس ليكسبيريونس. تقدر تقرا كتوبه، تقدر تشارك بزاف المحاضرات، ولكن حياتك ما غتبدلش، لان التغيير تيبدا منين انا تناخذ قرار بالتغيير. وشنو هو التصديق على نيه القرار؟ انني خديت خطوه لقدام، انني بديت درت شي حاجه بابسط حاجه بالمتاح، الحاجه اللي عندي دابا، وما نخليش الشيطان وما نخليش اللاوعي ديالي يغلبني انه يبقى يقول لك غنبدا منين غنشري هادي او منين غنسافر او منين غنرجع. هادشي غير اساليب من اللاوعي ديالك باش يوقفك. اما منين تنكون نويت وبديت تصديق النيه ديالنا انني ناخذ اول خطوه بالادوات المتاحه في اللحظه باش نصدق على هذيك النيه ونخليها
تجلى. يعني منين نكون بغيت نتغير، القرار تيرجع ليا، والقرار نية التصديق ديالها تيكون بالفعل. اكتساب مهارات جديدة، اولا نمشي ندير هذيك لا فورماسيون اللي انا ديما معطل عليها، اولا هذاك لا ديسكوسيون مع هذاك الانسان اللي 50 مره وانا تنفكر فيها نديرها، هذاك السفر اللي مأجله نسافرو، هذيك العلاقه اللي عارفاها ما خداماش ليا نقطعها بكل حب ويسر، احتراما للذات ديالي الداخليه. هادشي كلشي تيطلب واحد المهاره اللي هي تتكون مهاره مهمه في رحله الذات، هي الشجاعه. الشجاعه ماشي معناها انا ما خايفش، الشجاعه معناها انا خايف ولكن انا قادر بهذا الخوف اللي فيا ندير خطوه وناخد قرار ونصدق على النيه ديالي، حقاش انا تنستحق مع وجود هذا الخوف من التغيير، مع هذه الرؤيه ما واضحاش، ولكن قوه التوكل اللي في قلبك والشجاعه اللي تتبنى في الطريق غتخليك تاخذ هذيك الخطوه الجديده في حياتك وتخلق راسك قدر جديد. علاش؟ حقاش الخوف موجود، ولكن اهم سؤال، واش انت ما تستحقش الاحلام ديالك؟